مروحين من عرس من بلدية سوسة. من بلدية سوسة فرحة ولات حزن. مش ياخذوا لواج من وين جاب لي اللوطة. يا ساتر. الرواية الأصلية بطبيعة الحال هي نلقاوها عند السلطات الأمنية أكيد. في لحظة معناها تصور أنت معناها هما عندهم عرس عائلي. في لحظة فارقت الدنيا وخلت حرقة وعائلة دخلت في حيط. ومش كان هي فما يظهر لي وليد عمره 17 عام وفما زوز نساء آخرين. المفارقة انه في السيارة اللي صدمت المرأة هذه فما بنت اختها. كومبارازار كي هو بالحال بالضبط. كي هو معناها عمل رياكسيون هي هبطت تشوف تقع خالتها معناها. يعني شوف خويا فوزي صراحة تامة يعني الإنسان اللي عنده الفولون لازم يعرف كونه عنده مسؤولية كبيرة ياسر. صح. مسؤولية إنه مش مسؤولية حياته هو فقط، حياة الناس أول حاجة اللي راكبين معاه والناس اللي في الطريق. ولعل وعسى معناها نجي نهار والأرقام المفزعة هذيا اللي قاعدة تمشي وتكبر. يعني لا يظهر لي حتى ستاتستيك ما عنديش، لكن اللي نعرفه كونه عدد الوفيات من حوادث المرور في تونس معناها رهيب أخويا فوزي. ولازم يكون في حل جذري للحكايات هذه، والحلول راهي ما تجيش حلول ترقيعيه ومبادرات وغيره، كاميراوات وبطبيعه الحال وشويه رادارات، وخلي زاد كيف كل واحد يتحمل مسؤوليته. لانه اخويا فوزي راهو الردع راهو هو اللي يجيب هو اللي يخلي ضروري هو اللي يخلي الناس معناها ضرب يد من حديد. لازم تحترم معناها إشارات المرور وقوانين المرور، وخاصة حياة الناس مش لعبة أخوي فوزي. صح. شوف أنت معناها عائلة من فرح تعدى الميتم، حياة معناها عائلة كاملة معناها تحطمت جوست. يعني ديما نقول معناها خاطر احنا بطبيعة الحال نرجعوا بعد للمود نتاعنا العادي، لكن حرقة خاطر بصراحة يعني للزادة الناس اللي معناها تشتغل معناها في الطريق ونعرفوا هذيك خبزتها ونعرفوا كذا، لكن زاد كيف حياة الناس ما يلعب. صح. يلا سيدي نمشيو للاشهار ثم راجعين تو سويت.